بعد ما فيديو ديد ليفت عجب ناس كتير على 3 منصات، اعتقد يعني جه الوقت على السكوات. هنمسك اهم 5 اشكال في السكوات والفرق بينهم في تفعيل العضلات. هتفق معاك اتفاق، انا هفهمك بكل بساطه وانت تديلي الفولو المتين وتبعته لاصحابك الجيماويه يستفادوا زيك. اول شكل الهاي بار سكوات. البار على الابر ترابس، وسع رجلك متوسط ورجلك باصه لبره حوالي 20 درجه. العضلات الاساسيه الكوادريسبس والجلوتيوس ماكسيمس كل ما نزلت اكتر بسبب المومنتوم اللي بيحصل لها نتيجه الاسترتش، والاريكتور سبايني عضلات مثبته. تاني شكل الزيرشر سكوات، صعب شويه لكنه مميز في بعض الحاجات. البار بيتمسك من قصاد مفصل الكوع بالظبط سنه صغيره. وسع رجلك متوسط لضيق. العضلات الأساسية الكوادز تقريبا بالتساوي مع الجلوتس، خصوصا لو نزلت لتحت. والإريكتورز كلهم شغالين وبكفاءة كويسة وأعلى من أي شكل سكوات تاني، عشان عايزين يمنعوا جذعك من إنه يترمى لقدام. أنا نسيت أقولك، أنا مش بشرح لك إزاي تلعب، دي فروقات في التمرين. أما لو عايز إزاي تلعب أكيد أنا مش سايبك، هتلاقي الفيديو على الصفحة متخلل والله، ما تنساش تشوفه. تالت شكل البوكس سكوات. بص، هو نفس الهايبر سكوات لكن بتفعيل اقل للجلوتس، عشان مش بنسمح لها بالاسترتش كويس، فتركيزك كله على الكوادز يعتبر. بتنزل على اي بوكس لل 90 درجه وتقعد ثانيه وتطلع تاني. رابع شكل البلجيريان سبليت سكوات، ده كابوسك انا عارف. اي حاجه وراك ارفع عليها رجلك. جذعك لو عمودي تفعيل اكتر للكوادز، اما ركبتك لو طلعت قدام وجذعك مال تفعيل اكتر للجلوتس، عشان انت عملت عليها ستريتش وكمان دراع العزم بتاعها زاد. اما اخر شكل وكان لازم احطه هو سيس سكوات، بيمرن العضله اللي تم اهمالها في كل تمارين السكوات دي كلها، وهي راس الريكتس فيمورس من الكوادز. لو عارف ليه لازم تكتب لي تحت في الكومنتس. بتنزل وانت تاني ركبتك وحوضك زي المسطره، ولا بيتفرد ولا بيتني. انا كده عملت بوعدي، دورك انت جه.